يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خذوا حذركم، لا تحقروا كيد العدو الأرذل. تدمي البعوضة مقلة الأسد الذي يغفو، وتمرضه إذا لم تقتلي. الروافض الصفويون وأذيالهم وأضرابهم أعداء وأدوات للأعداء، هم الدمامل في تاريخ أمتنا، على الصديد وسم القيح تنعقد. يدبون نحو الشر لؤما وخسة، كما دب في الظلماء لنور خنافس. وذاك تاريخهم تاريخ خوان، خانوا علي رضي الله عنه وخذلوا، ثم خانوا الحسن من بعده فعدوا عليه ونهبوه وطعنوه وجرحوه، وأدرك أنه بين فئة قذرة فعقد الصلح مع معاوية وحقن دماء الأمة وأصلح الله به. ثم خانوا الحسين من بعده، كاتبوه لينصروه ثم تخلوا عنه وخذلوه، فلم يجد من 40,000 واحدا ينصره سوى أهله وعشيرته الذين جاءوا معه. ثم خانوا الخلافة الأموية والخلافة العباسية، ولما عين الرشيد بن يقطين الرافضي وزيرا له وقرب، تمكن بحيلة في ليلة واحدة من قتل 500 من أهل السنة في حبسه. ولما وزر ابن العلقمي الفارسي للخليفة المستعصم العباسي، استغل الخائن منصبه وغفلة الخليفة فكاتب التتار وسهل عليهم دخول بغداد، وكان ما كان، فلم ينجو سوى الرافضة وأهل الذمة. وتعاونوا مع الصليبيين ضد صلاح الدين، وتحالفوا في الأندلس مع الصليبي بن حفصون، وتعاون إسماعيل الصفوي مع الفونس الصليبي، وتحالفوا مع المجري ضد العثمانيين. وذهبت باكستان الشرقية ضحية للهندوس بخيانة أحد الصفويين، وعارض شيوخهم في باكستان تطبيق الشريعة الإسلامية. وما إن عد كبيرهم أمريكا شيطانا أكبر حتى انفجرت فضيحة إيران كونترا. وتعاونوا في لبنان مع اليهود لقتل أهل السنة الفلسطينيين، وتقدموا بطلب لغزو العراق من الشيطان الأكبر، وتبعا أفتوا بحرمة مقاومة الشيطان الأكبر في خزي أكبر. والشام اليوم والعراق والأحواز واليمن شواهد حية على الحقد الدفين وخيانة المسلمين. فإلى ذوي الحل والعقد في هذه الأمة، القوم لا يذعنون إلا للقوة. قصص التاريخ تعطينا دليلا أنهم للغدر يلقون الأزمة، والحزم في الخوان أمر قد وجب. فبعض الداء ملتمس شفاه، وداء الغدر يشفيه الصفيح. السرطان إن بقيت منه خلية عاد ليفتك بالجسد كله على حين غرة. والأفعى لا تموت بقطع ذيلها، بل باستئصال عروقها وخلاياها ورأسها. من كان يوما صارعا أفعى فليقطعن الرأس والذنبا. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنما يصلح الحياة فتحلو أمر أسلافنا الذي قد تقدم. إنما يقلب المذلة عزا سنة تقتفى وشرع يحكم. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. لما تمسكنا بديننا سدنا وقدنا، وهابت الأمم بأسنا. فكانت كنائس أوروبا لا تجرؤ حين تعبر السفن الإسلامية البحر المتوسط أن تدق نواقيسها. يؤدي إلينا الخرج من كان مشركا، ويرضى بنا من كان لله مسلما. قبل وقعة القادسية هدد رستم المغيرة رضي الله عنه، فلم يأبه لتهديده ومضى وحاله سنرى. فناداه مخوفا: إن منجمنا يقول إن عينك ستفقأ غدا. فتبسم المغيرة وقال: كذب المنجمون، والله لولا أني أحتاجها لقتالكم غدا لتمنيت أن تذهب مع أختها في سبيل الله جل وعلا، تخلد في دواوين الرجال، وتزري بالجمان إذا تحلت به لبات ربات الحجال. وهدد ملك الصين هبيرة رئيس وفد المسلمين بقوله: قولوا لصاحبكم ينصرف، فلقد عرفت قلة أصحابه، وإلا بعثت عليكم من يهلككم ويهلكه. فقال هبيرة: كيف يكون قليل الأصحاب من أول خيله في بلادك وآخرها في منابت الزيتون هنالك، وقد خلف الدنيا قادرا عليها وغزاك. أما تخويفك لنا بالقتل فإنا لا نخاف ولا نكره القتل، وإن لنا آجالا إذا حضرت فأكرمها القتل. فكان حاله وقد راعه الرد: ما أظن ملك هؤلاء إلا غالبا جميع الأرض. رأى لجة ظنها موجة، فلما توسط فيها غرق. ولما هدد القائد الصليبي يوسف بن تاشفين وتوعده، كتب يوسف على ظهر كتابه: ما فحوى يكون ما تراه. لكن المغرور مضى في غيه، فهزمت جحافله،
واستؤصلت عساكره، ولم يبق معه من 60,000 صليبي سوى نحو 100، وغنم المسلمون ماله وسلاحه، وهرب مع بقية جنده مثل الحمار إذا شددت بسرجه وآل الضراط وعضه الإبزيم، ليموت بعدها بسنة غما وحسرة. فيا نجوم الدجى إن ظل ركبان عودوا لتاريخكم فاستنطقوه، ففي أيامه البيض نبراس وبرهان. دخل المسلمون الأندلس فاتحين يوم كان الإسلام أغلى عندهم من كل ثمين، ونشهد أبناء الفاتحين الله أكبر. وبقي المسلمون فيها زمنا حين كان يحكمها أمثال الداخل الذي قدم له الخمر فأبى، وقال ما معناه قد حرمه الله، وإني لمحتاج إلى ما يزيد في عقلي لا ما ينقصه. وضاعت الأندلس حين أحبوا الدنيا وكرهوا الموت وغرقوا في الترف، فخرجوا للقاء جيش النصارى المدجج بالحديد في غاية الميوعة بحلل الحرير، ونشيدهم دوزن العود وهات القدح، راقت الخمرة والورد صحا. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فاعتبروا يا أولي الأبصار، دين الله لا يرغب عنه أحد إلا ذل، ولا يعتصم به أحد إلا عز. فأقسم بالله الذي عز بيته وطاف به جمع محل ومحرم، يمينا لقد ضلت عن المجد أمة أضاعت لها دين العلا والتسنم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.